السلام عليكم خاوتي وخياتي، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. معكم ايمن الشحال، وقبل ما نبداو صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الحكايه تاع اليوم فيها واحد العبره ولا واحد الرساله راني متاكد باللي راح تفيدكم بزاف وتخليكم تردوا بالكم انكم تطيحوا في نفس الغلطه اللي طاحوا فيها الناس اللي قبلكم. وثان تعلمك باللي ماشي اي انسان تشوفه يحبك معناتها يحب لك الخير. لا الدنيا ماشي كاع هكا تمشي، بل بالعكس تماما. على جال هذيك الا كنتم ماشي مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس في طريقكم، ولا تقدروا ديروا نجام معكم الكيتمان وبلاصه كالم. ونبداو في حكايتنا. قصة اليوم تدينا للحدود الجزائرية المغربية بولاية تلمسان. العام اللي صرات فيه الحادثة مانيش عارفه بالتحديد وينتا، يكون بين 2015 2016 حتى لغاية 2018. العائلة راح تبدأ تتكون من 6 أفراد بعد وفاة الوالد، أم و3 أولاد ومعاهم 2 بنات، واحدة فيهم يسموها آمينة، وهي اللي راح تدور عليها أحداث القصة تاع اليوم. آمينة وهي صغيرة ما حالفهاش الحظ باش تكمل قرايتها، وكما كان الحال راح تحبس القراية وكان في عمرها 16 سنة، وبقات قاعدة في الدار مع يماها وتعاون فيها. من بعد راح يفوتوا عدة سنوات وآمينة راح يفتح عليها ربي وتتزوج، ولكن بعد شهر ونص زواج آمينة راح يطلقها راجلها، وعلى حسب ما قالت يماها أنه هذا الطلاق كان بسبب السحر والعياذ بالله، والله أعلم شكون اللي قام به. المهم آمينة راح تعاود ترجع تقعد عند يماها كما كانت في الأول، ولكن بعد مدة راح تبدا تحس باللي لازم لها مصروف تعيش وترفد روحها به، وهنا هي راح تبدا تحوس على اي خدمه ممكن تخدمها. بصح ولسوء الحظ ما راحش تلقى، بسبب انه ما كان عندها حتى شهاده ولا دبلوم تقابل بها. وهنا هي طاحت عليها خيبه امل كبيره وكرهت وبدات الافكار السلبيه تطيح عليها. من بعد راح تفوت عليها ايام وهي على هذيك الحاله، باش في الاخير خوها اللي اسمه عبد الصامد راح يجيب لها واحد الخبر يفرحها بزاف، وقال لها باللي الوزين اللي راني نخدم فيه راح يحوس على خدامات، وانا راني قلت للمدير نتاعي عليك وقال لي باللي تجيبها تخدم عادي. هنايا امينه فرحت بزاف وبدات تتوجد في روحها. الوزين اللي كانت راح تخدم فيه ما كانش بعيد بزاف على بيتهم، وكان مختص في فاكهة البرقوق، والخدمة فيه كانت سهلة بزاف، غير خاصك تتعلم شوية برك، هذا ما كان. المهم أمينة في النهارات الأولين بدأت تتعلم في الخدمة نتاعها عادي هي وكامل صحاباتها اللي كانوا معاها. بعد فترة بدأت تتعلم وبدأت ثاني تكون في صداقات مع صحاباتها اللي كانوا يخدموا معاها، ومن بينهم واحدة الفتاة يسموها سعاد، واللي من بعد رجعت الصديقة المقربة لها بزاف، حتى أنها أمينة مرات كانت تدي معاها صاحبتها لبيتهم، وحتى صاحبتها كانت تديها لبيتهم، يعني صحابات سوا. المهم بعد فترة سعاد سمعت بظروف آمينة والحكاية اللي فاتت عليها تاع تزوجت وطلقت وغاضتها بزاف، وزيد هي كانت تحبها بزاف، يعني دايرها كيما خدها، خدمت معاها، تقسمت معاها الحلو والمر، يعني رجعت تحبها. هذه سعاد قالت في راسها بينها وبين روحها علاش ما نخطبهاش لخويا محمد. وبالمصادفه نفس الفكره طاحت على امينه اللي قالت ليماها علاش ما نخطبوش سعاد لخويا عبد الصامد. يماها راح تقولها باللي الا كان كتبها ربي علاش لا. بعد هذه الجمله ولا هذا الشيء راح يحبس كلش، بمعنى ما كاش اللي راح يزيد يحكي على الزواج مره ثانيه. من بعدها راح تفوت أشهر عديدة وأمينة راح تبدأ ترجع تروح لبيت صاحبتها سعاد، وثم وين راح تتعرف على محمد قدام العائلة نتاعو وتتصاحب معاه وتبدأ تخرج معاه. هو حبها هي حباته وكل شيء كان هو هذاك وطبيعي بالنسبة لهم، ماشي لي بطبيعة الحال. المهم يمت أمينة ما كانش سامعة بهذه الحكاية نهائيا. فاتوا له شهر وفاتوا الأيام وأمينة مازالت مصاحبة مع محمد، حتى لواحد النهار وين أمينة راح تروح ليماها وتقول لها باللي خو سعاد اللي سموه محمد راهو جاي يخطبني. يماها جاها الامر عادي وقالت باللي ماذا بيا بنتي تتزوج وكما قال البنات، وجاها الامر طبيعي عادي. وبعدها بدات تسقسي فيها عليهم، معناتها على العائله نتاعهم وكامل كيفاش دايرين، صح حابه تعرف واش راح تناسب. امينه لا شكرتهم كما لازم الحال، قالت باللي ناس ملاح وطيبين وملي نروح لهم يتهلاو فيا ويقوموا بيا. المهم انا عجبوني وراني لاقي راحتي معاهم والحمد لله. يما ما حبتش تصمت عليها ومنا قالت لها باللي خلاص مادام انت عجبوك وراكي راضيه ديري واش راه في راسك. بعد ايام يمات سعاد راح تروح لبيت امينه وتخطب امينه لوليدها محمد، وهذاك الشيء اللي كان خطبوها له وامينه قبلت. وبعد ايام جابوا لها الخاتم وتفاهموا على النهار اللي يديروا فيه العرس.
بعد الخطبة وكامل أمينة كانت باقية تخدم مع سعاد، وكانت مازالت تخرج معاها وتفطر معاها برا. حتى في واحد النهار خرجوا وراحوا لواحد الريستورو يفطروا، حتى وين أمينة راح تدير نفس العفسة لسعاد وتقترح عليها باش تتزوج بخوها عبد الصامد اللي هو أصلا راه حاب يتزوج وراه يحوس على المرأة اللي تناسبه. المهم بعد ما أمينة قالت لسعاد بلي نخطبك الخويا وكامل، سعاد هنا راحت ليمها وحكات لها واش قالت لها صاحبتها، وثم وين بداو يوجدوا في رواحهم للخطبة اللي راح تجيهم من عند عبد الصامد. بقى غير يستناو. فاتت السمانه الاولى، الزوجه الثالثه، شهر ما كان والو، ما جاوش يخطبوا. عائله سعاد هنايا تقلقوا بزاف وقالوا بلي هذو راهم يتمسخروا بينا، حنا كي قلنا لهم تجوا نخطبوا ما طولناش عليهم هكا، ثم رحنا ليهم، واصلا حنا رانا متفاهمين من الاول بلي حنا ندو بنتهم وهما يدو بنتنا. المهم حسوا بلي عائله امينه راهم يتمسخروا بيهم وما راح يجوا يخطبوا ما والو. ودقيقة برك هذا النوع من الزواج راهو يتعد من أخطر أنواع الزواج في الجزائر ولا في العالم. علاه؟ على خاطر راكم عارفين واش راح يجي من وراه. مثلا المرأة تتفتن مع راجلها ولا حتى مع العائلة تاع راجلها، تلقائيا كي تغضب راح تروح عند بيت والديها وتحكي ليماها واش صرا لها مع هذيك العائلة، فيماها ولا خواتاتها ما يلقاوش كيفاش يديروا ولا كيفاش حتى ينتقموا من العائلة هذيك اللي داروا في بنتهم هذا الشيء، زعما فاتنوها ولا تحاموا فيها ولا ضربوها، ما يلقاوش حل من غير انهم يخرجوا الغضب نتاعهم في البنت اللي راهي متزوجه عندهم، اللي هي في الاساس بنت هذيك العائله اللي ضربوا بنتهم. وهذا الشيء راح يصنع مشاكل كبيره وتوصل للطلاق في اغلبيه الاوقات، وممكن حتى للقتل في بعض الدول العربيه، ورانا سامعين بهذو الحكايات بزاف المرات. على جال هذيك لازم نردوا بالنا بزاف من هذا الشيء. المهم حسيت باللي جبدنا شويه على القصه. المهم دوكا نرجعوا للقصه نتاعنا. المهم سعاد ويمها وبعد الانتظار لعدة أسابيع لعائلة أمينة باش يجيو يخطبوا، بصح هما ما جاوش والسبب ما عرفوش عليه. وهنايا يمات سعاد راح تحكم وليدها محمد وتسقسيه وقالت له باللي نسيبك عبد الصامد ما قالك والو على أمينة ولا جبد لك عليها. هو هنايا قالها بلي لا ما جبدليش كاع عليها، واصلا هذا الشيء خاطيني ما تدخلينيش فيه. راه طول هو كان عارف الحكايه تاع باللي قالوا لهم باللي نجيو نخطبوا ما جاوش، على ذيك قالها باللي ما تدخلينيش، خليني ندبر راسي وانتم عيشوا حياتكم وانا نعيش حياتي، داك الشيء انا خاطيني. وقالها باللي يكون السيد صح راه حاب يتزوج كون راهو جا خطب، بصح كي ما حبش الله يسهل عليه، ما تبقاوش تحوسوا بالسيف. المهم انا نتزوج بامينه والسلام عليكم. يمها هنايا ما عجبهاش الحال وبدات تبان باللي راهي حابه تحبس ولا تبطل زواج وليدها بامينه. ما عليناش، دوكا نروحوا عند عائلة أمينة باش نعرفوا ايش هو السبب الحقيقي اللي خلاهم يتراجعوا في القرار نتاعهم في خطبة سعاد. يمات أمينة قالت باللي يمات سعاد هي اللي لعبت بينا. في الأول ما حبتش كاع تمد لنا بنتها، على خاطر احنا قبل ما يجوا يخطبوا أمينة طلبناهم في بنتهم، بصح هما ما حبوش يمدوها لنا، رفضوا. بصح بعد ما جات وخطبة أمينة وعجبتها الدار، دارت في رايها وحبت تتزوج بنتها لوليدي. بصح انا في هذاك الوقت كنت خطبت لوليدي من جهه واحده اخرى وخلاص. وهنا يمات سعاد كي سمعت بهذا الخبر وهبلت وما عجبهاش الحال، وقالت وكيفاش هذه؟ ياك تفاهمنا نمدوا لهم ويمدوا لنا من بعد بدلوا رايهم، سما هذو راهم يلعبوا بينا ولا كيفاش؟ واش دارت مالا؟ راحت عند وليدها محمد وبدات تكره له في امينه، وقالت له باللي غير اختيك منها. بصح محمد ما كانش متقبل كاع هذه الفكره، وقالها باللي ديري واش ديري، غير امينه اللي نديها. هنايا يماه ما عجبهاش الحال وتقلقت بزاف وبدات تحلف غير امينه اللي ما تدخلش بيتها. محمد ما بدلش رايه ولكن خرج من الدار باش ما تزيدش تشعل الحاله. بعد ايام محمد راح يبدا يروح عند يمات امينه ويطلب منها تزوج له بنتها بلا ما تحضر يماه، بصح هي قالت له باللي مادام يماك ما راهيش قابله على راك توصل في روحك كوليدي، بطل منها وردوا لك صوالحك وردي والديك واختك من المشاكل. بصح هو ما حبش يبطل وبدا دائما يروح ويبكي عند الدار ويحلل فيهم بس يزوجوها له. وهنايا وين راح تبدا المشاكل. محمد بعد الرفض اللي تلقاه من العائله نتاعو وحتى من العائله تاع امينه، بدا غير يخطط كيفاش يدير باش يتزوج بها ويخلي العائله نتاعها يزوجوها له وبلا ما تفيق يماه ولا حتى تحضر. فدار في راسو عقليه الصامت يغلب بالقبيح، وبدا دائما يروح لبيت امينه ويقعد عندهم وما يحبش يخرج حتى وين يطيح الليل باش ثم وين يروح. وخاوتها كانوا دائما من يلقاوه في الليل في الدار يحاوزوه، بصح هو ما كانش يحشم ويعاود يرجع غدوه من ذاك. حتى لواحد النهار يمات امينه كرهت وقالت خلاص هذا روح عايش معانا، نزوجوا له بنتنا ونتهناو. والعرس قرروا باش يديروه ثم في دارهم على خاطر يماه ما كانتش قابلته يتزوج بها. المهم داروا العرس هذاك ويماه ما حضرتش فيه، جاو خواتاتو وعماتو وصحابو ودار عرس قدو حدو. من بعد ما كمل العرس كامل محمد ومرته ما لقاوش وين يسكنوا، دارهم ما كانش قابلينه باش يعيش معاهم والدراهم ما كانش يكفوه باش يكري. يمات امينه وفي خاطر بنتها وكي شافتهم يعانوا ومباصين مع السكنه وما لقاوش حل، قالت لهم بعلي معليش اقعدوا تسكنوا عندي ومعايا، بيد ما لقيتوا حل
هذا المشكل. مدت لهم شومبرا حطوا فيها القش نتاعهم وراح يعيشوا فيها 3 شهور. راح تفوت هذيك 3 شهور، من بعدها عبد الصامد خو امينه راح يقرر باش يتزوج، ولا العرس نتاعو قرب الموعد نتاعو، بصح ما كانش عنده وين راح يسكن. وهنايا وين طاح المشكل الكبير، وين راح تروح امينه وراجلها. فما كان عليهم غير انهم يخرجوا من هذاك الشومبرا، وهذاك الشيء اللي كان. راحت ليه هيمه امينه وطلبت منه باش يبدا يحوس على السكنه يعيش فيها، وقالت له باللي على خاطر وليدي راح نزوجوه وما عندوش وين يسكن. من بعد راح يحوسوا على دار يكرو فيها، والحمد لله راح يلقاو. بعد ايام قليله امينه ومحمد راح يروحوا ويعيشوا فيها. من بعد مدة أمينة راح تحمل، وهذا الخبر فرحهم بزاف، لا هي ولا راجلها. بصح الصدمة كانت انه وين هذاك الطفل ولا هذاك الجنين كي كان في كرشها مات، وهذا الشيء سبب لها صدمة كبيرة ليها ولمحمد، وتصدموا واحد الصدمة وما رجعوش مآمنين واش راه يصرى معاهم. ومحمد كان يروح ليمه، ما كانش قاطع صلة الرحم نهائيا، لا كان هو يروح بالحارة امينه كانت تقعد في الدار. المهم كي كان يروح ليها كان يحكي لها على الحاله نتاعو مع امينه كيفاش راهي عامله، وثاني كان يحكي لها على الحاله النفسيه اللي كانوا يمروا بها كي هذاك الجنين مات لهم، حتى وين راح يغيظوها وتحس باللي راهم في معاناه كبيره، وتقول له باللي تجيب مرتك وروح تعيش معاها عندي، وامينه راني راح نديرها كي بنتي وحاجه ما تخصها ان شاء الله. بصح امينه كي سمعت بهذا الخبر ما قبلتش وما عجبهاش كاع الحال. المهم ما كانتش قابله تروح تعيش مع يمه نهائيا. بصح بعد ما قنعها محمد بدات تتبدل في رايها شويه بشويه، وحتى انها فاقت باللي يكون ما تروحش راح تدير مشاكل بين راجلها والعائله نتاعو. المهم في الاخير امنت بالامر الواقع وقررت باش تروح معاه. بدات عايشه معاهم عادي والحمد لله. وبعد مرور اشهر عديده وهي عايشه معاهم، كانوا منين ذاك يصراو هكا بيناتهم مشاكل، بصح كانوا مشاكل صغار ويقدروا يحلوهم ثمثم، يعني ماشي مشاكل دوك اللي كون فاهمين خاوتي. حتى في واحد النهار كانت كاينه واحد المناسبه هكا، امينه راح تروح لبيتهم وتفوت هذيك المناسبه عند دارهم مع يماها وخاوتها وكامل. فوتتها معاهم بدون حتى مشاكل وكيما يلزم الحال. باتت هذيك الليله، وغدوه من ذاك في الليل جا راجلها باش يديها، بصح هي ما حبتش تروح وكانت حاسه باللي حاجه راح تصرى. فقالت لي يماها باللي انا ما نروحش اليوم، خلي نزيد نقعد نهارات من بعد نروح. يماها قالت لها كيفاش راجلك جا في الليل وكرا لك طونوبيل وجا باش يدي فيك، من بعد ما تروحيش. لا بنتي روحي وخلي نهار واحد اخر ويعاود يجيبك وقعدي كيما تحبي. وهذاك الشيء اللي كان هابطت ركبت في الطوموبيل، راحوا وصلوا للدار، وكي وصلت كانت الصدمه، على خاطر امينه لقات باللي العائله تاع محمد خاربين لها في دوزانها. والشيء الغريب واللي يصدم انه هذه ما كانتش المره الاولى، لا امينه هنايا تقلقت بزاف. من بعد عيطت ليمها وقالت لها شوفي واش داروا فيا. فيمها ما لقات ما دير من غير انها تعيط لمحمد وتقول له باللي علاش خليت خياتك ولا يماك دخلوا للدار ولا للشومبره نتاعها، لا خليتهم. محمد راح يطلب منها السماح ويقول لها باللي خلاص هذه المره التاليه وان شاء الله ما تزيدش تتعاود خلاص. ورجعت الحاله طبيعيه هذيك الليله. وبعد مدة أمين راح تحمل للمرة الثانية، وراح تروح عند الطبيب باش تدير الفحوصات نتاعها. وبعد هذيك الفحوصات كانت المفاجأة، وين الدكتور راح يقول لأمينة باللي عندك توان في كرشك. وهذا الخبر راح يفرحها بزاف هي وراجلها وحتى العائلات نتاعهم. من بعد رجعوا للبيت وفي طريقهم ميتين بالسعادة. امينه كي راحت للطبيب ورجعت كانت عيانه بزاف، فرحت للكوزينه باش كاش ما تاكل، واذا بها لقات القهوه والكاطو مفرشين على الطابله، فراحت تفرغ وتاكل في الكاطو وتشرب عادي ما بها ما عليها. وفجاه حتى تجي ليها عجوزتها وترفد سنيوه على الكاطو والقهوه من قدامها، وقالت لها بلي تحبي تاكلي روحي طيبي روحك وكولي، ماشي تنتكلي ليا انا، انت ظلي راقده من بعد تسيبيها واجده. امينه هنايا تقلقت بزاف بصح ما لقاتش كاع واش تقول لها، فراحت ديكت عند راجلها محمد اللي كان في الشومبره وحكيت له على كاع الشيء اللي وقع معاها، وبدات غير تفتن فيه وردت كاع اللوم عليه على خاطر هو اللي قالها معسوبه روحي تعيشي معايا في دارنا. وقالت له روح هضر مع يمك وقول لها على راكي ديري هاك، وقالت له انت ويمك كرهتوا لي حياتي خلاص. محمد من بعدها ناض وراح ليماه باش يعرف واش صرا بالضبط. وامينه عرفت التليفون وعيطت ليماها وحكت لها على كاع واش صرا معاها، من الخبر اللي فرح حتى وين الخبر اللي كره. وقلت لها بلي لازم تلقاو لي حل، انا ما قدرتش نعيش هذه المعيشه. من بعد قطعت الاتصال معاها ويماها عيطت لمحمد وقالت له بلي روح شري لها الحليب والقهوه والسكر وخليها طيب وحدها وبعده واخطيكم المشاكل. وهو كان متفهم الوضعيه وقالها بلي ايه خالتي خلاص ما تخمي في والو انا ندبر راسي، وذوك نلقى الحل ونروح كاع من هذه الدار. الاتصال تقطع وكان كل شيء عادي وما كان حتى مشاكل، والاتصال هذا كان اخر اتصال بيناتهم. بعد مرور ساعات قليله يمات امينه راح تعيط لبنتها باش تسقسيها على الاحوال كيف راهي، وثم تسقسيها على الصحه نتاعها كي راحت للطبيب وقالها بلي عندك توام وكامل. بدات تعيط لها بصح لقات تليفونها مغلوق،
الام هنا تخلعت شويه، قالت بنتي ماشي من عاده نتاعها تليفوني تاعها يتسكر، واول مره يصرى لها هكا. صبرت شويه وقالت بالك الباتري طاحت لها ولا التليفون يكون طفالها ولا كاش ما بيه. من بعد عاودت عيطت لها، بصح ما كان والو، التليفون مازال مغلوق. بدات تعيط لمحمد راجل بنتها، التليفون كان يصوني بصح ما حبش يرد. واش راه صاري زعما؟ من بعد حوالي الساعة 11 تاع الصباح هكاك، خو أمينة عبد الصمد راح يروح لبيتهم، وثم وين راح يلقى يمه مقلقة بزاف على أمينة، فمباشرة راح ليهم للبيت، بصح ما كاش اللي حب يخرج ليه. رفد التليفون نتاعو وبقى غير يعيط لمحمد، وبعد عدة اتصالات فاشلة أخيرا رفد عليه، وثم وين كانت الصدمة. محمد قال لعبد الصمد باللي اختك راهي هربت من الدار ورانا نحوسوا عليها في المنطقة الفلانية. وهنا بدات عملية البحث من جميع أفراد العائلة، وبداو يحوسوا لساعات طويلة، لكن ما كان حتى نتيجة، ما لقاو والو. تقول الأرض تفتحت بلعتها وتعاودت تغلقت. والشيء الغريب في هذه الحادثة هو محمد راجل أمينة ما بان لي حتى خبر ولا شافوه من اللحظة اللي اتصلوا به وقال لهم باللي خوتكم راهي مفقودة، ما زادوا شافوه ولا حتى سمعوا صوته في التليفون. المهم العائله نتاعها تقلقوا بزاف على بنتهم، بالخصوص كي قرب راح يطيح الليل وهما مازال ما لقاوهاش. واثناء ما هما يحوسوا عليها وخايفين والخلعه ومنا راح يوصلهم واحد الخبر كان كالفاجعه بالنسبه ليهم. الشرطه حيتصلوا بيمة امينه ويقولوا لها باللي بنتك راهي ماتت وماتت مقتوله. والصدمه ما راهيش هنا، على خاطر الام في الاول قالت باللي بالك لقاوها مقتوله في غابه ولا في طريق ولا رامينها، لكن ما كانش هكا نهائيا. اسمعوا الصدمه وين كانت. قالوا لهم الشرطه باللي بنتكم راهي مقتوله في بيت راجلها. انا عميه في بيت راجلها وفي الغرفه نتاعها. العائله في هذه اللحظه ما فهموا والو وحسوا باللي الارض تقلبت بيهم ولا مانيش عارف كيفاه. مقتوله في بيت راجلها وراجلها ما لفتش تليفونها مغلوق. الشرطه ما فهموا والو، تلفت لهم الساكن. وصلت الشرطة العلمية، دخلت لهذاك المنزل ورفدت كل الأدلة والبصمات وصورتهم. من بعد رفدوا الجثة ودوها لمصلحة حفظ الجثث بتلمسان. من بعد راح يبداو يحلوا الجثة ويعرفوا الأسباب الحقيقية للوفاة وكيفاش ماتت ووينتا وكامل هذو الصوالح قاع داروهم من بعد باش دفنوها. وذوكا نحكوا على واش صرا بالتحديد بعد هذوك المشاكل اللي صراو عند عائلة أمينة مع يماه ومحمد وكامل. ذوكا نحكيو عليها باش نعرفوا شكون هو اللي قتلها وواش هي الأسباب الحقيقية للوفاة نتاعها. وفي هذه النقطة بالتحديد وقع اختلاف كبير في القصة الحقيقية لمقتل أمينة بين المعلومات اللي كانت عند عائلة أمينة والاحترافات اللي أدلوا بها عائلة محمد أثناء ما كانوا يحقوا معاهم. نبدا لكم بالقصه اللي راهي تروي فيها عائله امينه، واللي هما راهم يعتبروها القصه الحقيقيه، واللي كانوا معتمدين فيها على اقوال الجيران اللي قالوا بلي شافوا واش صرا في هذاك النهار بالتحديد، وثاني على واش شافوا في الدار اثناء ما كانوا يحقوا الشرطه. يعني دخلوا مع الشرطه ثاني وبداو يشوفوا لقاو صوالح اللي خلوهم يشكوا في القصه اللي ادلوا بها عائله محمد. المهم قالوا بلي القصة تبدأ في اليوم هذاك اللي صراو مشاكل بين أمينة وعجوزتها وبنت عجوزتها. في الأول المناوشات هذه بدأت غير بالهدرة، من بعد تطورت ووصلت للضرب، وكان ماشي ضرب عادي، يعني ضرب شغل فيه إراقة للدم. مانيش عارف لا دوكا بدأت ترعف ولا الدم، مهم الدم بدأ يسلها من وجهها، وشافوها الجيران كي هربت وطلعت للسطح وكانت معمرة بالدم. والسبب اللي خلاها تهرب ونقولوا باللي بالك حست باللي راح يقتلوها بالك. المهم في هذه اللحظة اللي هربت وطلعت للسطح كانت ضبيح والدم وبين باللي حاجه راهي صاريه في البيت هذيك. فبطبيعه الحال خرجوا الجيران باش يشوفوا واش راه صاري، واذا بهم تصادفهم الصور لامينه والدم سايل من وجهها والعائله تاع راجلها رايحين وراها. لكن الجيران هذو ما حبوش يشهدوا امام العداله. هذا على حساب واش قالوا عائله امينه، يعني نهضروا على حساب واش قالوا بلي شافوا بصح ما حبوش يشهدوا امام العداله. والله اعلم عليها، بالك خافوا بالك ما الله اعلم، كاش لو عارف. المهم هما عاودوا جبدوها ودخلوها ورماوها في الغرفه نتاعها، رفدوا الفاس تاع الورد وبداو غير يضربوا فيها للراس، وضربوها 7 ضربات للراس، وكانت هذه كافيه للقضاء عليها. من بعد رفدوها ورموها في الغرفه نتاعها وخلاوها تغرق في دمها. من بعد محمد كي جا شافها راح مباشره للشرطه وقال لهم باللي انا اللي اقترفت هذه الجريمه، غير باش يسلك يماه واختو من الحبس. بصح الحكايه هذه على حساب الادله تاع الشرطه ما راهيش حقيقيه 100%، لانه ما كاش دليل علمي يثبت هذا الشيء، من غير واحد الحساب صغير كانوا مطلعينه في راسهم، واللي هو خلاهم يفكروا هذا التفكير اللي حكيته لكم دوكا، واللي هو انه محمد كان يحب امينه بزاف، يعني يحبها لمرحله الجنون، مستحيل يدير فيها هذا الشيء. كانت الحاجه اللي تطلبها منه يجيبها لها، واي حاجه واللي يزعفها يروح يطلب منها السماح. المهم دائما شغل
يبغيها اكثر من اللي هي تبغيها، هكا نقولوا. المهم هذه الروايه ولا القصه اللي حكيتها لكم خاصه بعائله امينه، واللي هما راهم مامنين بها ويقولوا باللي القصه الحقيقيه هذيك هي. انا ما نقول لكم لا امنوا بها لا ما تامنوش بها، دوكا كيما انا سمحت علي نحكي لكم. بصح المحكمه والقضاء واش قال ولا واش صرا في هذاك النهار كان مختلف تماما عن القصه اللي تداولتها العائله، واللي تم اثباتها بعد التحقيق وبالادله العلميه من عند الشرطه، واللي كان يثبت عكس ما قالته العائله تماما. المهم نبدا لكم في الحكايه تاع التحقيق، كيفاش صرات وين وصلت ومنا ومنا. واللي تقول باللي محمد كيتقلق من المشاكل اللي كانوا كل يوم يصراو في البيت بسبابه وبسبب المراه اللي تزوجها، قرر باش يجي ويدير نقطه نهايه لهذا الامر. فاثناء التحقيق مع محمد راجل امينه قال لهم باللي مرتي كثرت المشاكل عليا بزاف، ودائما ملي نرجع من الخدمه ونكون عيان تجي ليا وتقول لي لقى لي حل وشوف لي سكنه ومنا وما نقعدش في هذه الدار وبسيط ومنا. المهم راكم فاهمين. فبسبب هذه الهضره وهذا المشاكل وهذا صداع الراس، محمد قال باللي يما رجعت تكرهني وما رجعتش كاع تهضر معايا على جال امينه اللي كانت دايرت لنا المشاكل في الدار. حتى وين جا النهار اللي خلاص فاضي الكاس، امينه دارت المشاكل بزاف ومعاه من مع يما، وثم وين قررت باش نقتلها. قال باللي دخلت ليا للشومبره وبقات غير تعيط وتفاتن، وانا بديت نسي نهدي فيها، بصح هي ما كان والو، ما حبش تسكت، بالعكس كل ما نهدي فيها تزيد. فراح ورفد الفاس وبدا يضرب فيها للراس حتى وين قتلها. ويما كانت قدامه وكانت تحاول تسلكها بصح ما قدرتش. من بعد ما قتلها ودار الجريمه نتاعو والدم هذاك سال وكامل، رفدها بعدها من هذيك البلاصه وبدا يمسح في هذاك الدم. ويما كانت هربت ولا خرجت من هذيك الدار باش كاش ما كان هي ما كانش تما، وهو وحده بدا ينقي في هذيك البلاصه باش ما يخليش اثر الجريمه. وهذاك الشيء اللي كان. من بعدها محمد بدا يخمم كيفاش راح يدير مع هذه الجثه، يدفنها يرميها واش يديرها، تبقى عنده في الدار راح دير فضيحه ولا كارثه. فخمم باش يجيب طوموبيل ويركبها فيها ويرميها ولا يدفنها ولا الله اعلم واش كان يحوس. بصح في هذه اللحظه عائله تاع امينه كانوا مقلقين عليها بزاف، وبالخصوص يماها. وعبد الصمد خوها كيسمع باللي ما يشترفت في التليفون وكامل راح لهم للبيت وقعد عند الباب تاع الدار. يعني من المستحيل محمد يقدر يخرج امينه واخوها برا. فواش دار؟ استسلم للامر الواقع وسلم روحه للشرطه واحترف لهم بالجريمه اللي دارها، وقال باللي ما ساعدني حتى واحد. وفي الاخير التهمه اللي توجهت له هي القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد، واللي العقوبه نتاعها في الجزائر هي الاعدام. لكن كما راكم عارفين انه الاعدام مجمد في الجزائر، وعلى جال هذيك وبعد مرور الوقت تم الحكم عليه بالمؤبد، والعائله نتاعو ثان حقوا معها، لكن ما كاش دليل مؤكد 100% يثبت تورطهم في هذه الجريمه. المهم خاوتي، هذه هي حكايتنا النهار اليوم. ان شاء الله تكونوا ديتوا العبره منها واستفدتوا منها يا لو كان شويه. لا عجبتكم القصه وعجبتكم طريقه الالقاء كما راكم تقولوا لي في التعليقات، ربي يحفظكم الناس اللي راهي عجبتهم طريقه الالقاء تاعي، غير ديروا لنا جيم في الفيديو واشتركوا في القناه حق التعب نتاعنا، واهم شيء هو تفعيل الجرس. ما بقى لي غير نقول لكم صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.